عندك لحمة ملبسة ومحدش بياكلها ومش عارفة تعملي بيها ايه؟ تعالي اقولك على احلى طريقة للحمة الملبسة او لحمة الراس لما بتكون دسمة بزيادة ومش قطعة لسان او قطعة الحاجات التحابيش والحلويات اللي انتوا شايفينها دي. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول، وذكر النهاردة هيكون لا اله الا الله. طول الفيديو قولي لا اله الا الله. مية بتغلي على النار، حطيت لها اللحمة الحلوة دي وحطيت لها بصلاية، ورقتين من اللورة، فلفل اسود حصى، كوبيبة صيني، حبتين من القرنفل وحبتين من فصين من الحبهان. هسيبها بقى تستوي مع نفسها كده اهو لمدة تقريبا ساعتين، من ساعة ونص لساعتين على حسب قطعية اللحمة. هنا بقى معلقتين حلوين كده اهو من السمن، واستني لما يسخنوا كويس. ومعايا هنا اهو راس من التوم، خدت منهم معلقتين كبار من راس التوم دول، وسبت كده معلقه صغيره على جنب. هبدا بقى اشوح التوم زي ما انتم شايفين، وايدي على طول فيه عشان كله ياخد اللون واحد. اول ما يدوبك تكسر اللون الابيض حطي معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. استمري في التقليب وحطي معلقتين كبار من الخل، واستمري في التقليب كده لحد ما الخل تشمي ريحته وتشمي الريحه الحلوه الرهيبه اللي هتشميها بمشيئه الله. كان عندي عصير طماطم او صلصه طماطم، حطيتها بقى كده اهو ووطيت عليها بقى لحد ما تتسبك مع نفسها. بتعرفي انها اتسبكت ازاي؟ بتعملي خط كده في النص، لو الطماطم ما رجعتش مع بعضها يبقى هي كده اتسبكت وكانت زي الفل. جبنا بقى اللحمه بعد ما اتسلقت. طبعا لحمه الراس دي تغسليها بشويه دقيق وشويه ملح كويس جدا، وتفضلي تدعكي فيها. وبعد كده هو انا مش بحب اغسل لحمه الراس بخل خالص. وبعد كده شطفتها كويس من الملح والدقيق وكانت زي الفل. اللهم بارك. حطيت بقى لحمه الراس بعد ما قطعتها واتسلقت كويس وكانت دايبه جدا، حطيتها في الصلصه وقلبتها تقلبتين. بصوا بقى الشوربه بتاعت لحمه الراس طبعا، حطيت كده اهو 3 4 معالق، وهنا حطيت ملح وفلفل اسود، ورقتين من اللورة، معلقه صغيره من البهارات اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو بتاع امبارح، اللي هي كوبيبه صيني بطحن عليها لورة، بطحن عليها حبهان، بطحن عليها قرنفل، وهي دي بهارات اللحم. معلقه صغيره من البابريكا ونص معلقه من السكر عشان حموضه الطماطم. وبس كده. هقطع بقى قرن فلفل حار كده اهو على لحمه الراس الحلوه دي، وهبدأ ان انا اوطي خالص. قلبي بقى الخليط الحلو ده، طبعا معلقة من الملح ونص معلقة من السكر علشان كده هو طعم الاكل بتاعك يكون رهيب. قلبي بقى الخليط الحلو ده وهنوطي خالص. في المرحلة بقى دي هحط بقية، مش انا قلت لكم حطيت كده اهو، ركنت معلقة توم صغيرة على جنب، هحطها بقى في الوقت ده وطي عليها وغطي عليها لحد بقى ما الصلصة الحلوة اللي بالخل والثوم دي كده اهو تاخد الريحة الحلوة بتاعت اللحمة كله كده اهو يتشرب من بعض. حطيت في الاخر خالص رشتين حلوين كده من جوز الطيب، وغطيت عليها لمدة تقريبا تلت ساعة كده تكمل سواها وتاخد من الجمال بتاع الصلصة والتسبيكة الحلوة بتاعت الصلصة. بصوا بقى اغرفيها كده في اطباق وكليها بألف هنا وشفا. ممكن تقطعيها حجم اصغر من كده زي ما انتي حابة، بس هي كانت والله روعة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو متنسيش اللايك، والاهم اللايك ذكر الله لا اله الا الله. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.